ازاي نبعت الباي سليب على الايميل؟ ظهر قدامنا دلوقتي حاجة تانية، اللي هو الوورد اللي فيه مفردات الراتب. كده المفروض الاكسل بتاعنا بقى كله ارقام اهو، زي ما انتم شايفين، علشان نعرف نشتغل عليه جوه الحركة اللي احنا هنعملها دلوقتي بتاعة الباي سليب الشهر. اول حاجة انصحك بيها لما تيجي تعمل تبعت الاكسل ده على الايميل، اول حاجة نعملها نشرح الاول. انا هشرح الاول يعني ايه هعمل كده الاكسل على الميل. اللي انا هعمله دلوقتي ده بدخل 3 برامج في بعض من حزمة مايكروسوفت اوفيس: الوورد مع الاكسل مع الاوتلوك. في حاجة اسمها ميل ميرج. الميل ميرج دي خاصية موجودة في الوورد، بدخل الاكسل جوه الوورد وبعدين ببعته على الاوتلوك عشان يبعت لي الايميلات بتاعتي. الاكسل بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض ده، آخر حاجة كنا كاتبينها هنا لو تفتكروا، حطينا هنا البريد الإلكتروني بتاع كل موظف. المفروض كده إن كل موظف قدامه البريد الإلكتروني بتاعه. طبعا أنا هنا مكرر الإيميل بتاعي لأن أنا مش عارف إيميلاتكم، فأنا هحط عند كل موظف إيميل. لو حد عايز يجرب ممكن يبعت لي الميل دلوقتي وابعت لكم إيميلات مثلا يعني. تمام. يبقى كده انا عندي قدام كل موظف في الميل بتاعه. طب علشان ابتدي اشتغل بقى بشكل مظبوط، عايز اخد الاكسل ده كله على بعضه كده كوبي في اكسل تاني جديد. شايفينه كده معايا؟ شايفينه معايا طبعا. ليه عملت كده؟ علشان الاكسل الجديد ده بصوا كده هتلاقوه هنا من غير معادلات، فبيبقى خفيف، خصوصا لما تكون شغال على شركة كبيرة فيها عدد كبير. فكل ما العدد كبر كل ما الاكسل تقل. فعلشان كده بخلي الاكسل ده خفيف بحيث ان احنا نعرف نشتغل عليه بشكل سهل، ما يبقاش تقيل، فنعرف نجيب اكبر عدد من الموظفين. تعالوا كده بقى نشوف هنعمل الميل ميرج دي ازاي. اول حاجة في الوورد في حاجة اسمها ميلينج. الميلينج دي فيها حاجة اسمها فوق اهي ستارت ميل ميرج. دوس عليها واختار اخر اختيار اللي هو ستيب باي ستيب ميل ميرج وذر. دوس عليها، فتح لي هنا ويندو جديده اسمها ميل ميرج، وفي شويه اختيارات سيبها زي ما هي، مش هنحتاجها في اللي احنا بنعمله دلوقتي. وهدوس next starting document. فتح لي ويندو تانية جديدة، برضه هعديها وادوس next select response. براوز واروح اختار الاكسل اللي انا لسه عامله الجديد. هو ده اللي انا لسه عامله حالا اهو. هيقول لي الاكسل ده فيه جدول واحد. اه هو جدول واحد، اقول له اوكي. هو الاكسل ده اللي فيه الاستاذ عمرو والاستاذ باسم والاستاذ هيام وساره وفوزي ومش عارف ايه والناس دي، وادي البيانات بتاعتهم اللي انت عايزها، عايز تبان. بصوا هي كلها موجوده اهي. اه هو ده. اوكي. كده انا دخلت الاكسل جوه الوورد. طب عايز اعرف ازاي؟ اجي عند راتب الشهر هنا وهدوس start insert merge field. ادي العناوين بتاعت الاكسل بتاعتي كلها ظهرت قدامي. هو ده راتب شهر كام؟ احنا كنا كاتبينه اهو، راتب شهر. الاسم، واروح عند الاسم واكتب الاسم. الكود، الكود. الاداره، الاداره. وقدام كل حاجه هكتب
تاريخ التعيين، اكتب العنوان بتاع الكولم اللي انا كنت شغال عليه، الاجر الاساسي بتاعي اللي هو الاجر الاساسي الشهري، عشان برضو تبقى ايه دقيق في الموضوع. ادي الاجر الاساسي، عشان يبقى في هنا عندي المتغير بتاعه. فين المتغير؟ اهو الاجر المتغير. وهنا الحافز ده، فاكرين الكي بي اي اللي احنا نسبة الانجاز اللي عملناها في الاخر؟ ناخد نسبة الانجاز جنبه عشان تبان له. البدل لو عنده بدل، البدلات اهو. الاضافي يبقى الوقت الاضافي. است- اجمالي الاستحقاق راح فين؟ اهو اجمالي الاستحقاق. وبعدين التأمينات الاجتماعية، انا بس بختارهم كلهم عشان في حاجة كده هتبان محتاج اوريها لك. اجمالي حصة العام، ضريبة المرتبات. فين ضريبة المرتبات؟ الضريبة الشهرية، صندوق الشهداء. بعد كده إجمالي الاستقطاع، إجمالي وصافي الراتب. أختاره برضو عشان نبقى قفلنا الموضوع ده كده. خلصت الباي سليب، عايز أبص على البيانات، أدوس على بريفيو ريزلت، هيبان لي مين ده؟ عمرو عبد الحميد. دوس هنا اهوت، هتقلب ما بين الموظفين: باسل، هيام، سارة، لطيفة، فوزي، هبة، وهكذا. كل الموظفين جت قدامك اهو زي ما هم، كل حاجة موجودة قدامك مظبوطة 100%. ولكن في حاجة ممكن تكون مضايقاك، شكلها مش لطيف، مش معجب بيها. زي ايه مثلا؟ شايفين الرقم ده عامل ازاي؟ ايه الرقم ده؟ هل انا اعرف ابعت لموظف بالشكل ده؟ لا، شكله وحش. طب اعمل ايه؟ ركز معايا كده. هنعمل كود جوه الوورد، معادلة يعني بسيطة، علشان تحل لي مشكلة الارقام الكبيرة دي. هدوس عليها رايت كليك، واجي على الاختيار اللي قبل الاخير ده، اللي هو قبل الاخير، اسمه توجل فيلد كودز. هنضيف كود. الكود ده عبارة عن ايه؟ هقول له سلاش هاشتاج كما هاشتاج بوينت 00. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. اهو بقى رقمين بس. نجرب هنا مرة تانية. سلاش هاشتاج كما هاشتاج بوينت 00. بصوا، بقى رقمين بس. نيجي على كل الارقام اللي بالمنظر ده ونغيرها عشان بس شكل الاكسل بتاعنا. نكتب نفس الكود عند كل الارقام اللي فيها مشاكل. سلاش، علشان ما تروحش للموظف بشكل غريب فيتضايق من منظره. وبرضه انت شكلك ك اتش ار يبقى شكلك حلو. كده الموضوع بقى شكله ألطف. تمام. اهو كل الارقام بقت رقمين بس. طبعا انت هتعمل في اول واحد، بعد كده كل الناس هتبقى مظبوطه. برضه نعملها هنا علشان بس كده تمام. كل الناس اهي بقت عندها رقمين بس. كده احنا جهزنا مفردات الراتب علشان نبعتها على الايميل، او علشان نطبعها، او عشان نedit. طب تعالوا كده نبص بقى على الفينش اند ميرج بتاعة الوردنج اللي احنا عملناه ده. فينش اند ميرج، هدوس هنا فينش اند ميرج. عندي ثلاث اختيارات.
اول اختيار اسمه edit individual document، دوس عليها. لما تدوس عليها بيقول لك انت عايز تمرج مين؟ هل كل الموظفين؟ هل صفحات معينه؟ الكرنت ريكورد اللي انت واقف عليه، اللي هو عمرو اللي انا واقف عليه ده، ولا عايز فروم تو، يعني عايز تمرج عدد موظفين معين ورا بعض؟ قول له قول اوكي. عمل ايه كده؟ هو عمل ايه بالشكل ده؟ عمل لي وورد جديده فيها 10 صفحات بالعشر موظفين اللي انا عملت لهم الباي سليب بتاعهم. عايز تعدل على حد، يعني مثلا عايز اجي اعدل مثلا على هبه، ايا كان بقى، عايز اشيل اي رقم، عايز احط رقم، عايز اشوف الحسبه دي صح ولا غلط، ايا كان اللي انا عايز اعمله. حلو. ده بالنسبه لاول اختيار الايديت individual document. عايز تطبع موظفين معينين وما تطبعش الباقي، تمام. يعني ممكن تيجي يقول لك ايه، انا مش عايز اطبع بتاع كل الناس، عايز اطبع بتاع اتنين تلاته بس من العشره، فتروح وتختار وتطبع اللي انت عايزه بس. وده اول اختيار جوه الفينش اند ميرج. الاختيار الثاني برنت دوكيومنت، لو دوست عليه ميرج تو برنت، عايز تعمل ايه؟ تطبعهم كلهم، هتدوس اوكي، هيطبعوا مره واحده من غير ما تخش في الخطوه الاولانيه بتاعه الايديت انديفيدوال. نيجي للاختيار الثالث وده الاهم، send email message merge to email. قال لك كده انت هتبعت الايميل ده تو، عايز تبعته لمين؟ ندوس هنا، هتلاقي كل عناوين الاكسل بتاعتك جت تاني. اختار بقى الاختيار بتاع البريد الالكتروني، هو اخر اختيار عملناه. subject line، عايز الميل يبقى اسمه ايه؟ عايز يبقى اسمه pay slip، pay slip 3 2024. حلو. عايز شكل الميل يبقى ايه؟ attachment. لو attachment هيروح لكل موظف attachment في الميل بتاعه وورد فيه البيانات بتاعته. plain text، حاجه زي الوورد برضو، ولا HTML اللي هو بادي ميل. دوس HTML. هندوس اوكي. تعالوا كده ندوس اوكي ونجرب. دوست اوكي. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. افتح الاوتلوك. بصوا كده، شايفين معايا ولا في حد مش شايف؟ بصوا ادي الايميلات اهي اللي طلعت من عندي. بصوا كده اهو، ادي باي سليب بتاعي جالي على الميل اهو. الباي سليب جالي على الميل. تمام، ده طلع من عندي اهو في السند ايتمز. طيب تعالوا كده نشوف الايميل الناحية التانية. خدوا بالكم كده اهو، ادي الايميلات اهي، باي سليب. نفتح هنلاقي ايه؟ الباي سليب جالي على الايميل.